مساء الخير لكل اللي موجودين معايا على الصفحة. يمكن احنا كنا موجودين بنتكلم قبل الماتش ان احنا ان شاء الله نتمنى التوفيق للاهلي ونتمنى الماتش يعدي على خير، والاهلي قادر انه يفوز في الماتش اللي جاي. ماتش طبعا سان داونز. معلش الواحد بس ايه زعلان وحزين من المباراة والنتيجة والشكل اللي ظهر بيه اللعيبة، فكنا بنتكلم وابتدينا نتوقع النتيجة. لكن الحقيقة النهاردة ماتش كان صعب قوي، فريق تقيل قوي. عشان نعترف بالكورة، هم فريق أتقل من النادي الأهلي في الوقت اللي احنا فيه. مدرب أتقل من المدرب اللي احنا معانا، يعني ده وجهة نظري أنا شخصيا. المدرب بتاعهم برغم إنه عنده 36 سنة، لكن مدرب فاهم بيعمل إيه، عنده لعيبته بيعرف يستغلها إزاي. فاحنا موجودين هنا مش عشان بقى ايه نقول هارد لك. طبعا هارد لك للنادي الاهلي، بس مش هنطبل وانا هنقول حاجه عكس الحقيقه، عكس الواقع. اللي حصل النهارده للنادي الاهلي هو ده حال وواقع للكره المصريه للفتره اللي جايه، لان احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك. بس ما دام احنا بنتكلم على الاهلي النهارده مش هدخل الزمالك في الموضوع، لان الزمالك حالته حاله هو كمان. لكن النهارده اللي احنا شفناه في الكوره من فريق سان داونز قدام النادي الاهلي، اللي هو اكبر واعظم الانديه المصريه واقوى الانديه المصريه واقوى اللعيبه اللي موجوده في افريقيا، ولعيبه تتاقل الفلوس بتاعتها بمبالغ كبيره جدا مقارنه بفريق سان داونز. اللي حصل النهارده عيب، ما كانش ينفع في النادي الاهلي، وما كانش ينفع ان لعيبه النادي الاهلي تظهر بالشكل ده في ظل ان انت معروف انت عايز الماتش ده باي طريقه انك تكسب او على الاقل تتعادل. فاللي حصل النهارده فضيحه، يعني حرام، وما يستاهلش ابدا جمهور النادي الاهلي ولا اسم النادي الاهلي انه يحصل فيه كده. انا مش هكلمكم بقى على اداره، ولا هكلمكم على يعني لان في ناس تقول لي اداره، يعني الاداره بتوفر كل حاجه حقيقه. كابتن خطيب بيوفروا كل حاجه. المشكله الوحيده بس للاداره هو انك تطلع جيل فيه لعيب الكوره زي اللي احنا بنشوفه في سان داونز، جيل تقدر تعتمد عليه بدل ما تشتري من بره. قطاع ناشئين يفرز لعيبه بتعرف تلعب كوره كمجموعه مش كافراد. جيل يفرز مجموعه من اللعيبه تلعب كمجموعه وكره جماعيه زي ما شايفين في سان داونز كده. ده اللي انا بتكلم فيه. انا في اللايف ده انا هقسمه اجزاء. الجزء اللي انا بتكلم فيه دلوقتي وجزء النتيجه والحاله المحزنه والمخزيه اللي احنا شفناه من ماتش سان داونز. حقيقه بيبين لنا واقع الكره المصريه في اكبر ناديين في مصر، والنهارده الاكبر طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. امكانيات مختلفه الحقيقه للعيبه، امكانيات ذهنيه للعيبه سان داونز مختلفه. انا بشوف طاهر اللعيب بيعدي من قدام ياخد الكره وده واقف، بشوف محمد عبد المنعم واقف، علي معلول بيضغط في مكان غير مكانه وبيروح في ما اعرفش بتضغط ليه يا معلول؟ انت بتضغط ليه؟ ما تخليك في مكانك، هتخليك في مكانك. اللعيبه بتروح مش مركزه خالص، مش فاهمه واجبات مركزها. حبيبي كباتن النادي الاهلي، انا عايزك لما تيجي تكسب فريق زي سان داونز، ما تكسبليش فريق زي اسوان، ما تكسبليش فريق زي الداخليه، ما تكسبليش فريق يعني برضو يعني كل احترام ليهم. انا عايز فريق النادي الاهلي يكسب الفرق دي، فرقه الكوره. عايزك لما تلعب كوره تلعب كوره زي سان داونز. ده اللي انا بتكلم فيه. وعشان انا بحب فريقي وبحب ناديه، بحب اشوفه احسن حاجه. اللي انا شفته النهارده ده اوحش حاجه حصلت للنادي الاهلي. ان لعيبه في جزء منها لعيبه مغروره، وفي لعيبه منها تستاهلش انها تلعب في الاهلي. لعيبه منها اخذوا صيت اكبر من حجمهم، وبالتالي ده الجزء الاهم. مدير فني انا شايف ان هو ما اضافش للنادي الاهلي حتى الان. حقيقه النهارده كولر بيثبت لي ان هو ما اضافش حاجه في الكوره، ما اضافش حاجه لكل لعيب على فردي في الناحيه الفرديه والناحيه الجماعيه. مفيش خالص. يعني النادي الاهلي بتاريخه الطويل ده والكبير ده يحصل فيه كده من نادي لسه
نبتدي مثلا في التسعينات. ده اللي انا شايفه. حاجه بقى غريبه جدا انا مش مصدقها. الشناوي، محمد الشناوي، في ايه يا محمد؟ في ايه الشناوي؟ ولما طلعت قلت يا جماعه ريحوا الشناوي وجيبوا، ادوا فرصه لعلي لطفي وادوا فرصه لشوبير لما يرجع وادوا فرصه للناس. الناس قالت لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ادوا فرصه للناس. الشناوي مش في حالته، خلاص اديله فرصه، ريحه يا عم لو انت بتعمل الروتيشن. لكن هو اللي بيلعب كل ماتش حقيقه. يعني الاجوال كلها الشناوي يسال عنها برضه. مشاكل في الدفاع لكن يسال عنها. ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، الشناوي النهارده كان الدور الاكبر ليهم وما عملهوش. فانت يعني بالطول ده كله وحجم الايد دي والجسم ده كله مش عارف تفرد ايدك. حقيقه انا زعلان وزعلي طالع. وانا مع اني ما بحبش اتكلم على لعيبه ولا بتكلم على لعيب بعينه ولا لكن الموضوع صعب. الموضوع اما بيجي بشوف كده النادي الاهلي بيتنقل عليه جمله من اول حارس المرمى عند حسام داونز لغايه اما يوصلوا يجيبوا جول. لا دي مهزله. ولولا بيرسي تاو اللعيب الوحيد اللي فايق النهارده واللي عنده كوره كان شكلنا بقى وحش جدا. ما كانش الجولين دول جم لولا بيرسي تاو بس، عشان نبقى متفقين. ومحدش يقول لي اصل هو عارفهم هو حافظهم. لا، هو الواد الصراحه عايز في الكوره، لعيب كويس صراحه. ولولا كمان اخطائهم هم كمان، ولولا عشان بس الناس اللي معايا على اللايف، انا ولا بصطاد في الماء يكره حبيبي يا حسام. روح انت، مش عاجبك كلامي روح في حته ثانيه، ما تخشش تتكلم عليا هنا. انت لا شايف انا بصطاد في الماء العكره ومصالح، يبقى انت ما تفهمش حاجه، يبقى انت مش جمهور اهلي اصلا، يبقى انت مش محروق. انا ولا بتكلم على اداره ولا انا بتكلم على فريقي. ولولا النهارده ان اللعيبه بتاعت سان داونز استهترت في وقت من الاوقات ما كناش جبنا الجولين دول. وعندهم مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع ما استغليناهاش. لما ابتدينا نضغط في كام كوره جبنا جولين. فاحنا وحشين، لازم نعترف ان احنا وحشين. حقيقه محمد عبد المنعم كمان يعني يا محمد بقول لك اهو، الحاله اللي انت فيها دي لو ما تخلصتش منها في ان انت تبقى قد المسؤوليه، وانك فكره الغرور اللي ابتدى يروح شويه ليك، لو ما تخلصتش منه، انت لعيب كويس ولعيب كوره وسيرد باك كويس، لازم تتخلص منه عشان انت لعيب كويس محتاجينك. لكن الباقي معلول. هو في ايه معلول؟ كبرت ولا ايه الموضوع؟ انا هتكلم بلغتي، انا مش هتكلم كلغه بقى لعيب كوره قديم ولا مذيع، لا انا بتكلم باللي انا شايفه في الملعب. فالحقيقه الواحد زعلان وحزين جدا. انا عايز افهم بس نقطه مهمه. احنا عندنا جمل بنشتغل عليها عشان نوصل للمرمى بتاع صن داونز او اي مرمى تاني، ولا الدنيا ماشيه كده؟ يا عم كولر جاوبني، يا كولر جاوبني. احنا عملنا ايه في الكوره؟ ضغطنا امتى؟ نقلنا كوره من اليمين للشمال ومثلثات ومربعات زي ما بنتكلم في الكوره ولا ايه؟ مش عارف. ديانج اقوى واحد في خط الوسط، قوه بدنيه، مش قادر. ده بيباص الكوره. النهارده ديانج كان هيتسبب في كذا جول. انا مش هجيب سيره هاني الفتره اللي فاتت اتهاجم كتير وفاق في ماتش اسوان، وانا الصراحه مش عايز هاني يفوق في ماتش اسوان. انا مش عايز هاني يفوق في ماتش اسوان، انا عايز هاني يفوق في ماتش زي ده. انا محتاجه في اجواء زي كده. اللعيب بيبان في ماتشات زي كده. لما لعبنا نهائي افريقيا 2001 دخل فينا جول، قدرنا نتماسك عشان عايزين البطوله، قدرنا نقف وننقل الكوره ونقفل
ونهاجم لغايه لما جبنا الجول بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، رفعته له انا، تعادلنا. لكن لعيبه كده خلاص الموضوع فتح. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ عندكش مهاجم؟ انا فين شريف؟ شريف جاب الجول وما شفتوش اصلا، ما شفتوش قبل الجول ولا بعد الجول. فين القندوسي؟ معلول تاني. انا معلول النهارده مستغربه الصراحه يا جماعه. لو فرقه سان داونز دي ما خدتش البطوله دي، برغم ان انا عندي امل ان النادي الاهلي يكمل، وده وارد على فكره، واحنا كنا قايلين ان النادي الاهلي النهارده لو اتغلب عنده فرصه برضه، عنده فرصه، بس ما كنتش متخيل ان هو يتغلب بالشكل ده الصراحه. عنده فرصه ان الهلال نكسبه ونكسب القطن، وسان داونز كفريق محترم يعني ما يسيبش الماتش اللي ضمن خلاص. ورا الفريق ده ضمن خلاص الوصول. يعني حاجه، انا بشوف ان النهارده يعني علامه سودة في الكوره بالنسبه لكل واحد من اللعيبه اللي كانوا موجودين النهارده. يعني الحقيقه انا بحيي المدير الفني لسان داونز، شاب صغير 36 سنه. يا اداره، يا ادارات مصر في الانديه، اداره الكوره في مصر، ده 36 سنه المدير الفني، 36 سنه. الركراكي كمان، انا بكلمكم مش في سان داونز، انتوا اللي بتفكروا هنا تفكير غريب. سان داونز مدربه 36 سنه. الركراكي مدير فني لمنتخب المغرب ما كملش برضه الاربعينات. المدير الفني للوداد دلوقتي برضه صغير في السن. فكروا في النقطه دي. طيب، عشان بس نبقى متفقين، اوحش ماتش للعيبه النهارده. ما تجهزوش صح، مدير فني ما جهزهمش، ولا كل لعيب جهز نفسه صح للماتش، ولا جهز نفسه للسيناريوهات ممكن تبقى موجوده في الماتش، ان ممكن يخش فيك جول والتاني وتعرف تعوض، او يبقى اصلا ما تسمحش ان يخش فيك جول. في اللايف اللي انا قلته قبل الماتش، قلت يا جماعه اول ربع ساعه نخلي بالنا، خلي بالنا. ربع ساعه الاولانيه دخل فينا جول ايه يعني؟ مفيش ضغط. جول التاني التالت مفيش ضغط. حاجه تزعل. اللي انا عايز اقوله ان الاسباب النهارده الهزيمه، كولر، لاعبين النهارده ما كانوش في حالتهم، استعداد ما كانش للماتش، كان في حالته. استهنت بفريق سان داونز اللي هو المفروض انت عارف امكانياته. ف ده كله خلى ان الماتش يطلع كده، لكن ما كنتش متخيل فعلا والله انه يطلع بالنتيجه دي. تاني حاجه، عندنا فرصه، احنا عندنا فرصه. اللعيبه لازم تكسب الماتشين الجايين، ايا كان بقى الوضع ايه اللي هيحصل بعد كده. ايا كان الوضع لازم نكسب، شكلنا يبقى افضل. اللعيبه اللي مش عايز اقول اتغرت او عندها جزء من الغرور ترجع لنفسها وتركز في الكوره، بدل ما كل شويه تقعد تتخانق مع اللعيبه وتتخانق مع الحكم. ركز في الكوره، ركز في الكوره. هارد لك للاهلي. واحد بس زعلان. اللعيبه مهمه جدا الفتره اللي جايه تاخد بالها من نفسها، تاخد بالها منها، عندها جمهور كبير قاتل لغايه اخر دقيقه. خلاص ماتش عدى، احنا زعلانين وانا زعلان وطلعت بتكلم عشان زعلان، وكل الاهلاويه وكل اللي بيحبوا الاهلي اكيد زعلانين. لكن انتوا اللي هترجعوا فرحتنا تاني وتبسطونا تاني. فده مهم جدا انك تركزوا في الماتشات الجايه. ماتشين صعبين، هيبقوا صعبين. الهلال مش هيجيلك بالسهوله يخسر، القطن برضه على ارضه. فخلوا بالكم، جمهور الاهلي يحب فريقه كسبان على طول. اللي حصل النهارده ده بيبقى
بيزعل جمهور الاهلي قوي، مش عايز اقول كلام تاني اكتر من كده. السلام عليكم. معلش يا جماعه، انا كنت بس حابب ان أنا اطلع اتكلم معاكم شويه، واللي ليه كلام وراي يحترم يقوله، واللي اي كلام بيقول في واحد كده بيقعد يقول اي كلام، واصل انت مش عارف ولا اللجنه ولا ايه موضوعه ده، ولا ده انت جمهور اهلي ولا انت ايه؟ انت ايه موضوعك انت؟ ولا ما بتحب ولا انت تبع ايه؟ انا مش فاهمك. مثلا يا شباب، احنا النهارده عندنا حلقه في البريمو الساعه 11، منتظركم ان شاء الله. السلام عليكم.